السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده رجعنا لكم فيديو جديد طبعا بعد فترة انقطاع كبير عن الفيديوهات داخلين في الشهر اهوت. طبعا انتوا عارفين اللي كان فترة امتحانات وكدهوت. تمام. طبعا نتابع معانا الحمام نشوف ايه الجديد اللي عنده. يلا نشوف. الزغاليل بتاعتنا سايبه هي. طبعا دول فيهم اللي هو الذكر الاسطوري دوت. طبعا انتوا عارفين اللي كان بيطير. فيهم الزغلولين اللاحم. طبعا انتوا عارفين برضه اللي كان بيطير. ولسه فيهم الاسترالي دوت. طبعا ده لسه مفطوم، يعني لسه بقى بتاع اسبوعين كده ولا حاجه تقريبا. وفيهم برضو فيهم بتاع 2-3 لاحم تقريبا برضو هبوريهم لكم برضو. طبعا والزغلول الهزاز اهوت. تعالوا نشوف بقى الزغاليل لا مؤاخذه الحمام الكبير. دي راس الهزازات. طبعا تحتيه حصى. تمام. دي حصوايه بتاعته وحصوايه بتاعت القص دوت. تمام. لان جاب طبعا زي ما انتم عارفين. طبعا اللي جاب اول حصوايه طبعا طلع ما خصبتش وما كانش رايد عليها كويس. رحت واخد الحصوايه بتاعته نايلها هنا تحت القص الهزاز دوت. وجبت حصوايه من الهزاز حطيتها تحت الليزر قاطفه ده. يعني بدلنا حصوايه واحده بس. تمام. دي القص الاستراليات اهوت. طبعا معاهم زغلول. دي الذكر البال دوت. انتوا عارفين اللي كان معاه نتايه معاه نتايه عبسيه. هوريكم النتايه دلوقتي العبسيه فين. ودي اللحم اهوت. الاتنين راقدين مع بعض اهوت. تحتهم برضو حصويتين. ودي القص البلدي برضو. طبعا انتوا عارفين مش فاكر بصراحه. انتوا اخر فيديو شفتوا الزغاليل بتاعت القص دوت كانوا طبعا المره دي طلعوا زغلولين او مش تقريبا لا لان اخر مره انا قلت لكم اسمه دوت يعني كانوا لسه تحتهم الحصويتين. طبعا والزغلولين بتوعهم الحمد لله يعني واحد حبيبي اديتهم له يعني. تمام. وبس كده الجديد اللي عند الحمام. طبعا الزغاليل سايبه هيت. تمام. واخر مره طبعا انتوا كنت الفراخ. طبعا تعالوا نوريها لكم برضو. ده صلي على النبي واذكر الله وما شاء الله. طبعا الوز بتاعنا طبعا اخر مره شفت في الفيديو كان كان لسه صغير. ودي الفراخ بتاعتنا برضو تمام. الرومي هو طبعا ده انتوا ما شفتوش قبل كده. قول بسم الله ما شاء الله. معلش بس الدنيا طبعا مكركبه عند الحاجه. طبعا مش عارفه انضف. طبعا انتوا عارفين انا كنت في ثانويه عامه وكدهوت. يعني الفيديو دوت بيتصور لكم يوم الاربعاء وان شاء الله باذن الله تعالى ينزل لكم يوم الجمعه الساعه 4. تمام. طبعا دي النتايه العبسيه. طبعا جبناها هنا الزغلولين بتوعهم. تمام. يعني اتكلوا على الله. تمام. جبنا بقى عشان نجيب باذن الله نجيب لي النتايه دي ذكر باذن الله عبسي. واجيب لي النتايه اللي هناك دي نتايه بلدي ولا حاجه. تمام. وبس كده مفيش حاجه طبعا حصل جديد عند الحمام. طبعا عايزين طبعا نطير بقى. بقى لنا كتير ما شفناش الحمام ده بيطير. هنطيره دلوقتي مع بعض. بس طبعا دول اول مره يخرجوا فمش عايزين نديهم فزع قوي برده. فاحنا تعالوا كان ندي الذكر الاسطوريه ده واحده. طبعا انتوا عارفين طبعا بقى كتير ما بيطيرش. مش قصدي مش بقى كتير ما بيطيرش عشان انتوا بقالكم كتير ما شفتوش الفيديوهات. اهو. طبعا انا مش عايزه اطير التاني دول لان مش عارف دلوقتي فيهم الاثنين اللي هم كانوا بيطيروا. تمام. لكن ان شاء الله طبعا في الفيديوهات التانيه هستنى افتح لهم اول حاجه معاكم باذن الله. طبعا الذكر ذكر الطاير اهوت. تمام. بس والحاجه مفيش حاجه جديده حصلت عند الحمام يعني. بس زي ما قلت لكم دوت اللي فقس واللي طلع زغاليل وبس كده مفيش حاجه جديده يعني. طبعا يعني مفيش حاجه جديده حصلت يعني عند الحمام. بس هو ده كل اللي حصل عنده. بس كده يعني فيديو كده بعد الغياب خفيف كده بتاع 3-4 دقايق كده مش كبير يعني برضه عشان ما تزهقوش برضه. بس كده وكنا وصلنا لنهايه الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلي على النبي.